السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاجل وزير التعليم بيعلن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023. تعالوا مع بعض نعرف تفاصيل الخبر والنتيجة هتظهر امتى للشهادة الإعدادية وأولى وتانية ثانوي. تعالوا، ده رسميا طبعا، والخبر من على الوطن زي ما انتم شايفين معايا اهو الوطن. بالتوفيق للجميع. تعالوا نشوف تفاصيل الخبر. اللي مش مشترك في القناة ينورنا ويشترك في القناة، يفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد مني بإذن الله، وما تنسوش دعمي باللايك. أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022-2023 طبقا لجداول الامتحانات المعتمدة من مدير المديريات التعليمية. وأكدت الوزارة أن الامتحانات صارت بشكل منتظم ما عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش اللي تم رصدها واتخذت كل الإجراءات القانونية اتجاه جميع المخالفين من طلاب ومعلمين. أما نيجي لموعد نتيجة الشهادة الإعدادية، أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ستعلن فور الانتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة. وعايزة أقول لكم أن أغلب المحافظات ظهرت. اسكندرية عندنا ظهرت أولى وتانية إعدادي ورابعة وخمسة، كل السنوات ظهرت. وإن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها في الأسبوع التالي من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين. دي الأجازة. يبقى احنا خلاص خلصنا الامتحانات امبارح، هنكمل الأسبوع ده. الأسبوع التاني من الأجازة هيظهر فيها نتيجة امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، وتبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير. دي الأجازة. وأضاف الوزير أن الوزارة انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الاثنين 23 يناير بإجمالي 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، وجاري العمل على الانتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدا لإعلان النتيجة. فربنا يكرمكم ويوفقكم. أما بالنسبة لأولى وتانية ثانوي، خلاص قولا واحدا النتيجة هتكون درجات، وبرضو هتظهر في الأسبوع الأول من الأجازة، إن شاء الله خلال الأسبوع القادم نتيجة أولى وتانية ثانوي هتظهر إن شاء الله. بالتوفيق للجميع.